وسهلا بكم لحضور مناقشة بين العلامة المسلم المعروف أحمد ديدات والقس الدنماركي القس إريك بوك في الحوار الأول من نوعه في الدنمارك. يسعدني أن أعطي الكلام للشيخ أحمد ديدات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يا مفتح الأبواب، ويا مسبب الأسباب، ويا دليل الحائرين، توكلت عليك يا رب العالمين. وعنوان محاضرتنا هذه الليلة هو عيسى. هل عيسى هو الله؟ هناك مليار شخص على هذه الأرض يقولون إن المسيح عيسى هو الله الخالد، الله الجبار الذي نزل إلى الأرض كرجل، أليس كذلك؟ إنهم أكثر الناس علما ومعرفة، لقد وصلوا إلى القمر وإلى المريخ والمشتري، يبصرون العالم وكأنه في أيديهم، ويدركون كل ما يجري حولهم، ولكنهم على الرغم من ذلك يؤلهون إنسانا آخر. ولكن ماذا نريد أن نثبت؟ قبل أن نصدر الحكم على أحد، هناك سؤال منطقي: هل ادعى هذا الرجل الألوهية؟ أولا نريد أن نعرف من هو الشخص الذي ادعى هذا. ليس لدينا الحق أن نقول أن كويزلينج، أتعرفون كويزلينج؟ ذلك الرجل النرويجي الذي باع بلاده للألمان. ذلك الرجل لم يقل أن هناك إلها كويزلينجي في النرويج، هم أله هذا الرجل، وسلطته تنمو حتى امتدت إلى السويد والدنمارك وأوروبا بأسرها. قالوا إنه إله. والسؤال هنا: هل ادعى كويزلينج أنه إله؟ هتلر مثلا قائد ألماني وقائد حربي كبير. لنقل إن هذا المرض الذي انتقل إلى 19 مليون شخص في ألمانيا، فقالوا إن هتلر هو الله الخالد. يبقى السؤال: هل ادعى هتلر الألوهية؟ الجواب: كلا. هل ادعى كويزلينج الألوهية؟ الجواب: كلا. هل ادعى عيسى الألوهية؟ الجواب ببساطة: كلا. إذا ادعى ذلك، فعلينا عندها أن نحلل ما هو الله. ماذا تعني كلمة الله؟ هل هي مجرد كلمة؟ إنها تعني شيئا. ماذا تعني؟ تعني إن هذا الإله هو خالق هذه الأرض. نحن لسنا نتكلم لمجرد الكلام، هذا لا يعني شيئا. الله يعني أنه العالم والخالق لهذه الأرض. الإله غير المرئي للمخلوقات كافة، إنه الأكثر رحمة ولطفا، لديه الصفات نفسها في الإنجيل والقرآن، إنه روحاني. والمسيح قال إن الله هو روح، ومن يؤلهه يجب أن يؤلهه على أنه روح، لا شكل له ولا حجم. أما عيسى فله شكل وحجم. من هو الله إذن؟ ماذا نحاول أن نثبت؟ وما الذي نحاول عرضه أو نشره؟ ما أحاول عرضه للقس والجمهور، وهو مصدر سلطتكم، سلطة مسيحية في الإنجيل. والآن إن استطاع القس أو أي شخص في الحضور أن يريني عبارة في الإنجيل أن المسيح قال أنا الله، إن استطاع أن يريني ذلك في أي إنجيل كان، سويدي، دنماركي، إنجليزي، أي إنجيل، وفي أي رواية، رواية يهوه، رواية الكاثوليك أو رواية الأرثوذكس، أي رواية، فقط أروني أن المسيح قال أنا الله، وأين قال اعبدوني، وأنا مستعد أن أعبده وأعترف به كإله. أنا لست أتكلم عنكم بالطبع، ليس لي الحق أن أتكلم عن جهتكم، أنا أتكلم عن نفسي. أنا مستعد أن أضع رقبتي تحت المقصلة، أروني واقطعوا رأسي. تريدون تعميد الليلة؟ أنا على استعداد للذهاب معكم أينما تريدون. إن كان هناك بركة سباحة قريبة من هنا فأنا لا أمانع، وفي هذا الشتاء القارس أن أتنصر في مياهها. إن الأمر سهل، فقط أروني أن المسيح قال أنا الله، أنه قال أنا الله، اعبدوني. وصدقوني إن رقبتي سليمة، لأني عرضت لقس في ستوكهولم وفشل أن يريني ذلك. قلت له أعطيك ساعة لتجدها، ومرت الساعة ولم يجدها.
لم يجدها، هكذا وبقيت رقبتي سليمة. قلت للقس: لقد سلمتك رقبتي، لكنك لن تستطيع أن تقطعها، لأن هذه العبارة ليست موجودة. فعيسى لم يدعي ذلك قط، لكنه كان متواضعا جدا. في إنجيل متى الفصل 19 الباب 16: وإذا برجل دنا إليه وقال: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل من الصلاح لأرى الحياة الأبدية؟ قال له عيسى: لماذا تقول عني أيها الصالح؟ لماذا تسألني عن الصلاح؟ إنما الصالح واحد هو الله، حتى صفة الصلاح لم يكن المسيح مستعد لتقبلها. الصلاح لله، الله صالح، وأنا شخص متواضع، معلم متواضع. لا تغدقوا علي بهذه الصفات الحسنة، أنا لا أستحقها. كرجل أنا أحترم هذا الرجل، كرسول أنا أحترم هذا الرسول. فقولوا لي: كلا سيد ديدات. قبل أن آتي إلى هنا استوقفني أحدهم وقال لي: سيد ديدات، أنت رجل محاط بالمسلمين واحترامهم وكل هذا الكلام. وأنا أقول: أرجوكم، أنا رجل متواضع، أنا أتكلم في هذا الموقع وأنا لم أدخل إلى الأزهر أو أي جامعة، أنا لست مثقفا أكاديميا كأي من الجمهور. هذا هو التواضع، ومتوقع من أي رجل عادي. ولكن إذا كان الرجل إلها وقال: لماذا تدعوني بالصالح؟ فهو ليس إلها، هو إله ويقول: لست صالحا. لو كان إلها لقال: أنا صالح. سأعطي هذا للقس كمرجع كي لا يضطر لفتح الإنجيل عدة مرات. والآن، إن القول المنافي للعقل أن المسيح هو الله. إن كان هو الله فإن ميلاد الله موصوف في الإنجيل. ميلاد رجل لا بأس به، ولكن إذا كان هو الله فيجب أن نستثني ما نقرأه. وخلق الله في بذرة داود. أيمكن أن نتخيل أن الله خلق في بذرة داود؟ هذا ما نقرأه عن داود في الإنجيل، وهو كلام لا يتقبله أي مسلم. إذن الإنجيل يقول إن الله هو بذرة. اقرأ كتاب رسالة القديس بولس إلى أهل رومية الفصل الأول الإصحاح 3، يقول بالنص: بالنسبة لابنه المسيح الذي صار من ذرية داود بحسب الجسد، أي أن سلالة المسيح تعود إلى داود، أي أن المسيح نظريا هو ابن داود بذرية انتقلت من رجل إلى آخر وصولا إلى أمه، وهكذا ولد. الله ابن داود. إننا نهزأ بالله ومملكته. مملكة الله تمتد على طول الكون. إن كل شخص متدين يقول هذا ويؤمن بهذا، لكن الإنجيل يقول في الفصل الأول من إنجيل لوقا الإصحاح 33 يقول: وسيعطيه الرب الإله عرش داود أبيه، ويملك على آل يعقوب إلى الأبد، أي لليهود، وهو خالق الأرض والجنة، لكن مملكته محدودة بآل يعقوب عليه السلام. جاء من أجل اليهود، مملكته تمتد فقط في آل يعقوب إلى الأبد، ولكن اليهود هم كانوا يعقوب وليس المسيح، مع أن الإنجيل قال إلى الأبد، وإلى الأبد تعني الخلود. هنا مرجع آخر. الله الخالد بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهود لديه المعرفة المطلقة، وهو يعرف كل شيء، ولكن نقرأ في الإنجيل إن كان هو الله. نحن نأخذ استثناء أنه الله إن كان هو الله، فنحن نعطي دليلا على أنه ليس الله، ولكن معرفته معرفة الله هي محدودة بحسب ما نقرأ. الرجل معرفته محدودة، لا يعلم متى يوم القيامة، اليوم الآخر، اليوم الأخير، لا أحد يعلم، ولكن الله يعلم، فعليه أن يعلم إذن إن كان هو الله. في إنجيل مرقس الفصل 13 الإصحاح 32 يقول عيسى، هذا ما يقوله الإنجيل: السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول، فأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن، فقط الأب. فقط الله يعلم. إن كان هو الله إذن فما هذا الكلام؟ بالمعرفة هو ليس مثل الله، بالسلطة هو ليس مثل الله، فما الذي يجعل منه إلها؟ نريد أن نعرف كل شيء،
نراه يثبت أنه ليس الله، إنه إنسان 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 إنسان، إنه ليس الله، إنه إنسان عادي ضعيف المعرفة. دعوني أقرأ لكم مرقس الفصل 11 الإصحاح 2 و13. وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع. أتتخيلون إلها جائعا؟ هذا ما يقوله الإنجيل، إنه كان جائعا. وفي الفصل 11 من إنجيل مرقس الإصحاح 14: فنظر عن بعد شجرة تين ذات أوراق، فدنا إليها لعله يجد عليها شيئا، فلما دنا لم يجد إلا ورقا، لأنه لم يكن أوان التين. لماذا لم يجد تينا؟ ولماذا لم يعرف أنه لا يوجد تين؟ لو كان إلها لعرف ذلك، لو كان هو الله بمعنى أوضح لعرف ذلك قبل أن يصل إلى الشجرة. لم يجد سوى أوراق على الشجرة، لم يجد ثمرا. لماذا؟ لأنه ليس موسم التين. المسيح لم يعرف متى موسم التين. لا يجب أن تكون الله أو أحد العلماء لتعرف هذه المعلومات البسيطة. تأتي إلى بلدي مثلا في يونيو أو يوليو وترى هذه الثمار، ويسألونك من أين أنت؟ تقول من الدنمارك. تقول هذه الثمار تثمر في الشتاء وهذه تثمر في الصيف. ليس من الضروري أن تكون إلها ولا أن تكون مزارعا، ولا يجب أن تكون عالما بالنبات، إنها أمور متعارف عليها. الناس يعرفون أي فاكهة هي لهذا الموسم وأيها ليست له. لا أعرف كيف يقولون أنه حتى لم يعرف أن التين لم يحم موسمه، وأنه كان يتوقع وجود الثمار ولم يكن هناك ثمار. ماذا يفعل؟ إنه يغضب من الشجرة ويلعنها لتموت، ولا يأكل أحد ثمرة منها إلى الأبد. أتتخيلون؟ إن هذه الشجرة تسير على قانون والده، تسير طبقا لقانون الله. في موسمها تعطي ثمارا ولا تعطي ثمارا في غير الموسم. ولكن إن هو توقع أن تكون الشجرة عكس طبيعتها، ولأنها لا تسير على طبيعتها فهو يلعنها ويتمنى لها الموت. وفي اليوم التالي يأتي بطرس إليه ويقول: ربي، ها إن التينة التي لعنتها قد يبست. إنجيل مرقس الفصل 11 الإصحاح 22. مجددا، هذا ما يقال عن المسيح في الإنجيل. يصف الإله الجائع كرجل يجوع ويتعب. الآن صفات الله مذكورة في القرآن، أو بالتحديد المسيح صفاته مذكورة في القرآن. يقول القرآن: ما المسيح ابن مريم إلا رسول. المسيح ابن مريم ليس إلا رسولا، قد خلت من قبله الرسل، أي أن رسلا كثيرين قد جاءوا قبله. وأمه صديقة، أمه كانت امرأة فاضلة، امرأة قديسة. هذا ما يقوله القرآن عن المسيح وأمه. أمه التي كانت قديسة وفاضلة كان يأكلان الطعام، أي كلاهما كان يأكلان الطعام. لماذا؟ لألفت انتباه الجمهور أن هناك أناسا يعبدون مريم أم المسيح كونها أم الله. في كنيسة الروم الكاثوليك يعبدون مريم أم المسيح على أنها أم الله، هي إلهة، والناس يعبدون المسيح على أنه الله. والله قال إنهما يأكلان الطعام. قال الله: انظر كيف نبين لهم الآيات، أي انظر كيف نظهر الأدلة لهم، ثم انظر أنا يؤفكون، أي انظر مرة أخرى كيف يكذبون على الله، كيف يفترون على الله. سورة المائدة الجزء 5 الآية 78. بكلمة أخرى يبين لنا الله بطريقة لبقة ومنطقية جدا أنهما كان يأكلان الطعام. انظر وانظر مرة أخرى، أنه إذا أكلنا الطعام فنحن نعتمد على شيء مادي لمعيشتنا، والله غني عن ذلك. إذا كنت تأكل الطعام فأنت من طبيعة غير طبيعة الله، تضطر أن تدخل إلى المرحاض، وإن لم يتوفر لك المرحاض تذهب لتبحث عن مكان ما بين الأشجار حولك، والذباب يحوم حولك. هذه ليست صفات الله، إن الله لا يلفظ لك ذلك، ولكن يقول: انظر انظر ثم انظر، انظر مجددا عما تتكلمون. فالله يأكل، أمه الإلهة تأكل، وهما يذهبان إلى المرحاض.